طابت أوقاتكم في هذا اللقاء الخاص الذي أجريه مع الروائي الصحفي نبيل الملحم. أشعر وكأني سأقوم بإجراء أول حوار صحفي في حياتي. مرحبا بك. يعني أقول ذلك لا مديحا ولا يعني ما بتحمل الصورة لا شيء سلبي ولا إيجابي، بس هيك شعوري يعني إنه أول مرة رح أعمل لقاء صحفي بعد أول لقاء عملته قبل 21 سنة. نلقي نظرة على سوريا بعد 6 عقود من حكم البعث وبعد 14 عاما من الحرب الأهلية. شوف، يعني ما أتاح لي شوف سوريا من الجو ما بعد الدمار. ما طلعت من طيارة من أرض سوريا، طلعت من مطار بيروت أو من مطارات، المهم أنه يعني ما طلعت بطائرة تحلق فوق الأراضي السورية حتى أشوف حجم الخراب اللي حصل بسوريا. الصور يعني المنشورة كافية لأنها تحكي لك أنه كان في بلد، وهذا البلد له حكاية. يعني أنا من الناس اللي ما فيني أبدأ حكاية ما قبل أني أحكي حكاية سوريا. أي حكاية بلقائنا الآن نعم ما راح تكون حكاية إذا لم تكن سوريا هي الحكاية.